وابشركم وصل الجهاز على خير. اللي ما يعرف شنو ستارلينك، هو جهاز اتصال بالانترنت عبر الاقمار الصناعيه. خلونا نشوف شنو محتوى الكرتون. طبعا الكرتون بالشكل هذا، انا تعمدت اخذ الحجم الصغير هذا لانه يعني هذه ملاحظه، لانه سهل التنقل غير الكبير الثابت، لان هذا يشتغل على كهرباء السياره وكذلك على باور بانك مواصفات معينه وكذلك على كهرباء البيت. شنو داخل العلبه؟ عندكم الستارلينك هذا كبر الايباد، حلو مناسب. كذلك اللي هو هني سلك الشحن، عندكم اللي هو الشحن الجداري بعد ثلاثي حلو. هذا سلك الشحن ترى تقريبا فيه من 10 إلى 15 متر، ما حسبت عاد. بالنسبة لإرشادات التركيب والتشغيل موجودة على الكرتون نفسه مثل ما تشوفون قدامكم، بالإضافة إلى الابليكيشن هذا اللي لازم تنزله على جهازك. ليش؟ عشان تقدر التحكم بستارلينك، تفعيل، تشغيل، تطفي، تغير كلمة السر، الأمور هذه كلها. عموما بالنسبة للباور بانك عشان تشغل ستارلينك تحتاج، هذه معلومات لازم تهتمون فيها عشان إذا بتاخذون واحد متنقل، تحتاج 150 واط تشغيل، قدرة تشغيل 150 واط أو 100 واط وأعلى عشان تقدر تشغل الجهاز. السنابات الجاية بعطيكم الأسعار والسرعة اللي طلعت معاي بالاشتراك الكويتي. بالنسبة للأسعار، هذا الجهاز اللي هو يسمونه ستارلينك ميني الصغير كلف 99 دينار شامل التوصيل من شركة ستارلينك لباب بيتك. والسنابات الجاية بعلمكم بباقات الأسعار لأن فيها ترتيب معين. بالنسبة لاشتراك الباقات لازم تركز وياي بهالنقطة هذه. أول شيء ما في التزام، تقدر تشترك الشهر هذا وتقدر توقف الشهر اللي وراه، لازم توقفه إذا ما تبي يستمر بالتجديد. هذا الأمر لازم تسويه من خلال الابليكيشن اللي راح تنزله على جهازك. أما بخصوص الباقات هم بعد ركز وياي، في اشتراك محلي وفي اشتراك تجوال. المحلي الدولة اللي أنت فيها، مثلا أنا الكويت الحين، إذا اشتركت باشتراك خاص بالكويت وسافرت ما راح يشتغل وياي، راح يشتغل فقط داخل الكويت. لازم أشترك بخدمة تجوال عشان يشتغل وياي دولي. أما بخصوص أسعار الباقات، الحين أنا حاط لكم الأسعار هذه المحلية، الدولة اللي أنت فيها اللي قلنا عنها راح تشتغل بس بدولتك. طبعا مثل ما تشوفون في اشتراك ب31 وفي اشتراك ب19 دينار، في اقل بعد بس مو طالع باللسته. طبعا اللي يفرق بينهم السرعه واعتقد حجم البيانات. اما التجوال اللي هو هذا مثل ما تشوفون في 16 دينار وفي 43 دينار، قلنا لكم بعد راح يفرق السرعه وحجم البيانات. في جلوبال يشتغل بجميع دول العالم مو بس بدوله معينه. ركزوا وياي على النقطة هذه، هذا ستارلينك ميني. في ستارلينك ستاندر ب 125 أو 135 دينار، هذا ب 99 دينار. هذا يشتغل من خلال باور بانك أو كهرباء السيارة. ستارلينك ستاندر الكبير يشتغل بكهرباء بيت أو جهد أعلى. عموما الحين أنا مشغله من خلال باور بانك، واللي بيسأل عن هذا الباور بانك موجود عندي على البوتيك، بس انتظروا نفذت الكمية، بحاول أحط كمية أكثر لأنه حصري عندي. عموما السرعة الحين أنا خذيت قياس السرعة وهذه السرعة 300 وشوي، والبنك كذلك مثل ما تشوفون. بس مع ذلك أشوفه توني جربته بالألعاب على الآيفون، البنك مو ذاك الزود، يعني ما أدري يقطع واجد باللعب. أخيرا وليس آخر، اللي حاب يطلب ستارلينك يقدر يدخل من الرابط اللي أنا حاط لكم الحين ويشتريه. ليش من هذا الرابط؟ لأن إذا اشتركت بشهر، الشهر الأول دفعت فلوسه، الشهر الثاني راح يطلع عليك مجانا. فهمتوا الفكرة؟ الختام على قولتهم، أتمنى أن وصلت المعلومة بالنسبة لمواصفات الجهاز من أسعار، مميزات، أيا كان. إذا عندكم أي سؤال حياكم.